في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، قررت الحكومة الشيوعية الصينية البدء في حرق جثث المسلمين، وقاموا بتجهيز أماكن مخصصة لهذا الغرض، وتم توظيف 50 شخصا للقيام بهذه المهمة في الأماكن المخصصة لحرق الجثث. ويهدف هذا العمل للقضاء التام على الإيغور وغيرهم من المسلمين، حيث وظفت الحكومة الحزب الشيوعي الصيني مسؤولين لتوقيع اتفاقيات حرق الجثث مع الإيغور وغيرهم من المسلمين، وتقوم الصين باتباع جميع طرق الاضطهاد للمعتقدات الدينية الإسلامية. تقترب مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، ويتابع المشجعون هذه الفعاليات في جميع أنحاء العالم، لكن وزير الأمن الإسرائيلي جيرارد إلدان قال إنهم لن يسمحوا للمعتقلين من أعضاء حماس بمشاهدة مباريات كأس العالم باعتبارهم أعضاء منظمة إرهابية بحسب قوله، ويواجه الفلسطينيون ظروف صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. في مقابلة مع إزفيستيا الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي جروشكو: لم نقم بحجب أي اتصال ونحن مستعدون للبدء في حوار، ومع ذلك في إطار هجوم الناتو على المصالح الوطنية الروسية سندافع عن مصالحنا وفقا للحالة الفعلية. وتتأثر العلاقات بين الناتو وروسيا بحقيقة أن حلف الناتو لم يجد نفسه في العالم الجديد، وتصرف وفقا لأسلوب الحرب الباردة. تتزايد أزمة سياسة الهجرة بين إيطاليا وفرنسا، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، ألغى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا اجتماعا مع وزير الاقتصاد الفرنسي ليمر. منذ نهاية استطلاعات الرأي العام البرلمانية، كان الوضع الفوضوي في العراق لا يزال قائما، لأن هناك مزاعم بتزوير الانتخابات الحكومية، وطالب البعض بإلغاء نتائج التصويت. وقال المحلل السياسي فيليب لمراسل فرانس براس: من المستحيل إلغاء هذه النتائج، لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة كبيرة ونزاعات مسلحة محتملة. تتقدم الهيئة الإدارية والعاملين في تلفزيون الإيغور بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله بالخير والبركة، ونسأل الله أن يتقبل صيامكم وصلاتكم ودعاءكم.